اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يلا بينا بقى، مستعجلين ومش عارفين نعمل اكل ايه ومحتارين. هنعمل الكشري في 5 دقايق، سهل جدا وطعمه روعه. وهقول لكم برضو الحاجات اللي معجبتنيش فيه. اول حاجه كده حطيت العدس اللي هو العدس بجبه ده، حطيته في ميه سخنه. انا ما غليتوش ولا سلقت ولا اي حاجه، انا نقعته في ميه سخنه. وبعد كده جبت شويه من الشعريه، هبدأ ان انا احمرهم، واول ما لونهم كده ما يكون ذهبي هنزل بالرز بتاعنا. بجد سهل وجميل وطعمه حلو قوي. بس استنوا كده معايا لحد اخر الفيديو، هقول لكم التركية اللي معجبتنيش فيه. هي دي الحاجة الوحيدة اللي معجبتنيش فيه بصراحة، ولكن هو طعمه حلو وجميل جدا ما شاء الله. زي ما انتم ما شايفين كده، حطيت الرز على طول، حطيته كده من غير ما اغسله، وبعدها كده نزلت بالمكرونه. انا ما حمرتش الرز مع الشعريه، لا انا خليت هي الشعريه بس اللي لونها بقى لون ذهبي كده زي ما انتم ما شايفين، ونزلت بالرز وبعدها بالمكرونه. وبعدها برضو هنزل بالمكرونه الاسباجيتي، وهننزل بالعدس اللي احنا نقعناه في ميه سخنه. احنا ما خليناهوش يغلي ولا خليناه يتسلق ولا اي حاجه، احنا مجرد ان احنا نقعناه في ميه سخنه زي ما انتم ما شايفين كده. وهحط كمان المكرونه الاسباجيتي زي ما انتم ما شايفين، هقسمها كده لاتنين. واهم حاجه معانا هنحط بقى التوابل بتاعتنا، هي ملح وكمون فقط، مش هنحط اي توابل كتير ولا اي حاجه خالص. بجد يا جماعه سهل ولذيذ قوي. والميه لازم نحط ميه سخنه علشان ما يعجنش معانا. زي ما انتم ما شايفين كده طلع الله اكبر عليه، بتوطي عليه النار خالص وبيكون زي الفل معانا كده زي ما انتم ما شايفين. طبعا عندك حمص بقى تضيفيله حمص. وعملنا الصلصه بتاعته توم وبصل، وحطينا دي طبعا الدقه اللي هي توم وشطه. وهنا طبعا الصلصه بنسبكها عادي خالص، بنحط لها دي الصلصه كنت مخزناها في الفريزر، وبيطلع معانا بالشكل الجميل ده. طبعا بتحمري له بصل، وبالبصله دي بتعملي كل الحاجات التانية. بتحطي من الزيت بتاع البصل بيديله طعم حلو قوي، بتحطي منه على الكشري وانتي بتسويه بيدي طعم حلو ونكهه جميله قوي. طبعا الحمص معانا سلقناه طبيعي جدا وعادي خالص، وطلع بالشكل الخطير ده، حلو قوي قوي.